عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل شوية فطير مشلتت كده هينفعونا جدا في الأجازة. محتارين في الفطار، محتارين في العشاء، رايحين التمرين عايزين ناخد أي حاجة سريعة معانا، خارجين خروجة حلوة كده وعايزين ناخد أكل معانا. هينفعنا جدا وحلو جدا، هيوفر معاكي وقت ومجهود وهيعجب الولاد. وبإذن الله طريقتي هتعجبك جدا. لايك وشير واشتركي في القناة ويلا نشوف الطريقة. المكونات بتاعتنا بسيطة وسهلة، عبارة عن كيلو ونص من الدقيق نخلته كويس جدا وحطيت عليه نص معلقة كبيرة من الملح. وهي دي كل المكونات بتاعتنا. مبتحطش بيكنج باودر، مبتحطش خميرة، مبتحطش أي روايح للفطير، وبيطلع معاكي حلو جدا. جنبي بقى مية، هنزل بحوالي نص كوباية نص كوباية كده وأعجن لحد ما العجينة تاخد كفايتها من المية وتبقى متماسكة. عجينة الفطير ما بتبقاش لينة ولا بتلزق في الإيد، بتبقى يابسة شوية عشان تبقى سهلة الفرد وتعرفي تفرديها وتطبقيها بسهولة. هفضل انزل ميه شويه بشويه واكمل عجن لحد ما الدقيق ياخد كفايته من الميه والعجينه تلم معايا. اول ما العجينه تلم معايا مش هطلع ايدي من العجينه واقول خلاص هي كده اتعجنت، لا الفطير بيحب عجن كتير شويه. كل ما تعجني اكتر هيديكي نتيجه احلى، والتوريقات بتاعتك هتبقى متماسكه كده وباينه، وهتبقى كمان طعمه احلى. دي طبعا الفطير طبعا ما بنحطلوش اي روايح مع واحنا بنعجن او مواد رافعه. هو ما بيحتاجش خالص ان هو يتخمر او يتضاعف حجمه، وما بيحتاجش كمان اي روائح زي الفانيليا والحاجات اللي احنا بنحطها. ريحته وطعمه بتتحدد من السمنه اللي انت بتحطيها. لو حطيتي سمنه بلدي طعمها طبعا وريحتها معروفين، لو حطيتي سمنه هولندي طعمها وريحتها معروفين. في ناس بتحب تعمل الفطير بزيت خالص من غير سمنه خالص، برضو بيبقى طعمه حلو جدا وبيبقى اخف كمان. فالسمنه او الزيت هما اللي بيحددوا طعم الفطير بتاعك. في ناس كمان بتحب تعجنه بعد ما تعجن الفطيرة وتحطها في الصينية وتدخلها تستوي وتحط على وشها قشطة. طبعا ده طعم مختلف خالص. اللي بيحدد طعم الفطيرة بتاعتك هي الزيت والسمنة أو القشطة اللي هتستخدميها في الآخر خالص وانتي بتسوي الفطير. وبس كده العجينة هي ابتدت تلم معايا زي ما انتم شايفين، بس هفضل اعجن برضو فيها شوية لحد ما احس ان هي اتخدمت كويس. ووصلت معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده، متماسكه كده، مش لينه ومش سايحه في ايدي. عجينه الفطير ما بتبقاش سايحه خالص ولا لينه ولا بتلزق في الايد، عشان لما تيجي تفرديها تتفرد معاكي بكل سهوله وما تتقطعش. وكمان التوريقات بتاعه الفطير تبقى باينه كده، وكل توريقه كده متماسكه وباينه جوه الفطيره. دلوقتي بقى بصوا ايدي بقى نظيفه ازاي. أنا بوريكم اهو ان العجينه سابت ايدي خالص وبقت ايدي نظيفه. هغطي بقى العجينه واسيبها ترتاح نص ساعه ونرجع بقى نقطعها ونسويها مع بعض. لو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى تحطوا لي لايك وتعملوا شير وتشتركوا لو لسه. بعد نص ساعه بقى العجينه بتاعتي ارتاحت على الاخر، هقدر اقطعها وافردها بكل سهوله. هجيب بقى شويه زيت كده او سمنه احطهم على الرخامه اللي هشتغل عليها وابتدي اقطع العجينه بتاعتي. انا الكيلو ونص عمل لي 4 فطاير كبار شويه وواحده اصغر منهم. تقدري تتحكمي بقى في الحجم زي ما انت عايزه. لو عايزاه فطير صغير كده زي بتاع الافران هتقسميهم مثلا على 7 قطع او 8 قطع. لو عايزاه اكبر تقدري تقسميهم على 4 بس او 3 بس، او حتى تعملي فطيرتين كبار خالص براحتك خالص. الحجم اللي يناسبك واللي يريحك هتعمليه، مفيش مشكله خالص. انا بقى بقطع كده الحجم اللي انتوا شايفينه ده، بتطلع لي فطيره حلوه وحجمها بيبقى مناسب بالنسبه لي جدا، مش كبيره ومش صغيره. بعد كده سبتهم يرتاحوا كمان 10 دقايق ورجعت بقى هنبتدي نفرد الفطير مع بعض. هاجي بقى لمرحلة الفرد. لازم الفطير تفرديه على زيت مش سمنة. الزيت بيخلي العجينة تجري كده معاكي وتتفرد أسهل وأسرع من السمنة. هنحط على الرخامة كده شوية من الزيت. بعد كده نجيب أول كورة احنا قطعناها نبتدي بيها. افرديها بقى على قد ما تقدري، رقيقة وكبيرة. يعني أكبر حاجة تقدري تفرديها افرديها، بس حاولي وانت بتفردي ما تقطعيش العجينة، عشان كل ما تطلعيها سليمه من تحت ايدك هتديكي نتيجه احلى. هنفرد بقى كده زي ما انتم شايفين بسمك رفيع على قد ما اقدر، واحاول العجينه ما تتقطعش مني. جنبي بقى دلوقتي ايه، انا مسيحه سمنه. السمنه كل ما تسيحيها للفطير هتديكي فطيره اخف. السمنه لما تستخدميها وهي مجمده او حتى وهي طريه هتاخدي منها كميه كبيره، هتلاقي نفسك بتدهني كده طبقه كبيره على العجين. لكن لما تسيحيها هتاخدي على قدك، يعني هتتحكمي في الكميه زي ما انت عايزه. هحط بقى السمنه كده بعد ما فردت الفطيره وهطبق كده من كل الجوانب. زي ما انتم شايفين كل تطبيقه هدهن سمنه تاني وافضل اطبق لحد ما تتكون معايا
حته كده مربعه صغيره، وبعد كده هلم الاطراف واعملها كوره. ادخل الكوره كده جوه بعضها لحد ما تبقى معايا كوره كده متماسكه. هحطها بقى على جنب واسيبها ترتاح كمان 10 دقايق عشان اعرف افردها في الصينيه واسويها. هكرر بقى كل العجين اللي انا قطعته بنفس الطريقه، ونرجع نسويه مع بعض. يا رب تكون الطريقه سهله وعجبتكم. لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات هي سهله ولا صعبه، واكتبوا لي انتوا بتعملوا بالطريقه دي ولا بطريقه تانية. وما تنسوش اللايك الحلو زيكم. خلصت بقى كل العجين بتاعي كده، عملته كله بنفس الطريقه، حطيته على جنب عشان يرتاح. بعد كده هاجي بقى دلوقتي لمرحله التسويه. هجيب الصينيه اللي هسوي فيها، احط فيها سمنه، حبه سمنه كده حلوين يعني عشان تديني لون حلو من تحت زي من فوق بالظبط. هجيب بقى اول فطيره خالص انا بدات بيها، هبدا بيها برضو في التسويه. هحطها في الصينيه وهدهن وهحط كده في ايدي سمنه، وهبتدي بقى افرد الفطيره بتاعتي كويس جدا. هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله، لان انت ريحتيها كذا مره. احنا ريحنا العجين بعد ما عجناه، ريحناه بعد ما قطعناه، ريحناه بعد ما فردناه. فانت مريحه العجين كذا مره، فهيتفرد معاكي باذن الله بكل سهوله. في ناس بقى بتحب تعمل الفطير ده محشي من جوه جبن، لحمه مفرومه، محشي سجق، بتبقى فطيره شرقي. هي بقى بتتحشي في المرحله دي. تحطي العجينه في الصينيه، هتفتحيها كده من النص، تحطي الحشوه اللي انت عايزاها، وبعدين تفرديها وتسويها. هتبقى معاكي فطيره محشيه. عايزاها ساده زي ما احنا عاملين كده، هو ده الصح بتاعها طبعا. ده فطير مشلتت على اصوله. هتدهني بقى على الوش بعد ما فردناها كويس. هندهن على الوش سمنه تاني، ندخلها فرن على درجه حراره عاليه، شغال من فوق وتحت، وتلاحظيها لانها ما بتاخدش وقت خالص. واول ما تخرج الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، واخده لون من تحت ومن فوق، مستويه كويس جدا، مقرمشه من بره وطريه من جوه، وطعمها وريحتها تحفه جدا. لو عايزاها طريه هتجيبي كيس وتغلي. بطلعه بقى كده فوق بعضه، ومش بفرده عشان ما ينشفش قوي، وبرده مش بغطيه عشان انا مش بحبه طري قوي. فبيبقى الوش بيفضل مقرمش زي ما هو، ومن تحت بيبقى طري، بيبقى طعمه جميل. بخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه فوق بعضه كده، وبعد ما يبرد تماما بقسمه بقى التقسيمه اللي انا عايزاها، سواء احط كل واحده في كيس ادخلها الفريزر او في التلاجة او هناكل منه على طول. فلما يبرد خالص بقى انت قسميه براحتك، وهيبقى عندك احلى فطير في الدنيا زي ما انت شايفه. شكله حلو جدا، طعمه كمان حلو جدا. الباقي كله بنفس الطريقة. وده شكله بعد ما خلصت، شكله ما شاء الله حلو جدا، طعمه حلو جدا. زي ما قلت لك الفطير طعمه بيتحدد من السمنة اللي انت بتستعمليها. فطبعا استعملي السمنة اللي بتحبيها او المتوفرة عندك، هيطلع معاكي احلى فطير في الدنيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حاولت اقصر في الكلام والفيديو على قد ما قدرت عشان يعجبكم وتقدروا تشوفوه لحد الاخر. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم على خير، ومع الف سلامة.